شاهد الرئيس بايدن يصفع النظام الجزائري، حيث كبيرة مستشارين البيت الأبيض تعلن أن أمريكا لا تعترف بالبوليساريو ولن تسمح لهم بالحضور في القمة الأمريكية الإفريقية، كما أن أصدقاء أمريكا وحلفائها بإفريقيا سيشرعون في تنفيذ خطة طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. النظام الجزائري أصبح في مواجهة أقوى دولة بالعالم، ما يعني أن وقته في الحكم أصبح مسألة وقت لا أقل ولا أكثر، خصوصا تصاعد الضغوط في جنوب إفريقيا لعزل الرئيس سيريل راميفوزا على خلفية اتهامات بانتهاك الدستور، حيث يعتبر أكبر حليف داعم للبوليساريو. في الوقت خرجت قنوات الصرف الصحي المطبل الرسمي للنظام الغاشم بتقارير مضللة وتحمل في مضمونها كمية من الكذب والتزوير والإنجازات الوهمية التي ما إن كانت حقيقية لكان الجزائر تنافس الدول الكبرى على العيش في كوكب المريخ، وليست دولة مكروهة فقيرة استنزفت ثرواتها وخيراتها حفنة من الجنرالات، ويعيش شعبها على لحم الحمير والكلاب وشرب مياه المجاري، لا يملك لا هوية ولا تاريخ، ضائع بين الأمم. وتأتي قنوات الصرف الصحي لتقول أن الرئيس تبون أصبح المحبوب الأول من طرف الجزائريين.